الكلام كله عن أشرف داري، نجم منتخب المغرب ونجم استاد بريست الفرنسي الحالي، اللي كان بيلعب في الوداد وطلع من الوداد على استاد بريست، وبعدين طلع في إعارة في بلجيكا في شارلوا ورجع مرة تانية في بريست. وبالمناسبة هو متواجد في القايمة بتاعة فرقته اللي هيلعبوا ماتشهم مع مارسيليا في الجولة الأولى إن شاء الله من الدوري الفرنسي. والكلام هنا عن التطورات بتاعة المفاوضات بين الأهلي واستاد بريست، وده الكلام اللي قاله وكيله عبد اللطيف فليفلي وكيل أشرف داري، ان المفاوضات ما زالت مستمره بين الاهلي وبين استاد بريست او بين وكيل اللاعب من اجل الحصول على خدمات اشرف داري. لم نحصل على اي عرض رسمي حتى هذه اللحظه من الاهلي لمناقشته مع اداره النادي الفرنسي. ارسلنا مطالبنا للنادي الاهلي من اجل التفاوض للحصول على اشرف داري، لان اشرف داري واحد من اللعيبه المهمه. الراجل ده لعب ضد الاهلي كتير مع الوداد، ولعب كمان في كاس العالم مع منتخب المغرب. المفاوضات مهمه. تعال نروح كمان لمصدر مقرب من نادي استاد بريست الفرنسي خاص لسوبر ليج. الراجل